العميل ما بيشتريش العقار، بيشتري الكلام اللي اتكتب عنه، فن الكتابة الإعلانية العقارية. في وسطاء بينزلوا الإعلان كده: شقق للبيع في GVC، غرفتين وصالة، 1200 قدم بسعر 950 ألف درهم، اتصل الآن. وفي وسطاء بينزلوا الإعلان كده: لو بتدور على راحة وهدوء في قلب دبي، شوف الوحدة دي اللي فيها الشمس بتصحيك والمول على بعد 3 دقايق منك، والسعر مفاجأة. تفتكر مين اللي هيكسب العميل؟ اللي كتب المعلومة ولا اللي خلق مشهد؟ أول قاعدة في الكتابة الإعلانية العقارية: العقار بيتباع بالكلام قبل الصور. العميل مش بيشوف بس الوحدة، هو بيشوف نفسه فيها، وانت شغلك في أول 3 ثواني انك تفتح له الباب ده. تعالى نقسم الكتابة ل3 أجزاء. أول حاجة الهوك أو العنوان، وده أهم حاجة، ده اللي بيخلي العميل يقف ولا يعمل سكرول. فبدل ما تكتب استوديو في البيزنس باي ب1,250,000، اكتب ب2000 درهم في الشهر تقدر تسكن في قلب دبي، او استثمر وانت نايم، شقة بتأجر نفسها من اول شهر. ايه الهدف؟ الهدف انك تخلق فضول، مش جاي تقول كل حاجة في اول كلمتين وخلاص. تاني حاجة جسم الفيديو او النص الرئيسي. هنا انت بتحكي وتوضح وبتبني الثقة. مين المطور؟ ايه خطة الدفع؟ ليه المشروع ده مختلف؟ يناسب مين؟ ايه العائد او الفرصة؟ اكتب اكنك بتكلم صديق، مش بتقرا منشور رسمي. خلي نبرة الكلام خفيفة وواضحة ومليانة اجابات للاسئلة اللي في دماغ العميل بشكل هو يفهمه ببساطة. الجزء الثالث والاخير هو الكول تو اكشن: كلمني لو عايز العرض ده قبل ما يخلص، محتاج تفاصيل اكتر ابعت لي كلمة استثمار، او سيب رقمك وانا هتواصل معاك. ما تكتفيش باتصل الان، خلي الكول تو اكشن حاجة شخصية وفيها وضوح للخطوة اللي جاية. أهم نقطة: اختصر بس اوصل. ما تكتبش رواية وما تنزلش بوست فاضي. وما تنساش استخدم ايموجي صح. فرغ الكلام، خلي فيه مساحات للعين ترتاح. حط رقمك، رابط التواصل بتاعك، أو طريقة واضحة للناس توصل لك ازاي. وفي النهاية البوست اللي يتكتب صح ممكن يبيع لك قبل ما ترد على أول رسالة، لأن الكتابة دي مش وظيفة، دي البوابة الأولى للثقة. في الفيديو اللي جاي أنا هكلمك عن حاجة ناس كتير بتعتبرها مرحلة متأخرة، لكن هي في الحقيقة بداية حقيقية. تشتغل لحسابك ولا تفتح شركة؟ وإمتى تقرر تتحول من وسيط لبراند في السوق؟ تابع السلسلة لأن لسه اللي جاي كتير.